اوكي، السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ وياكم سيف. رجعنا لكم بمقطع جديد من ماينكرافت. اليوم موضوعنا على ماينكرافت، شلون تنزل ماينكرافت بكركة. هواي ناس يطلبون من عندي شلون انزل ماينكرافت بكركة. اول شغله هخليكم رابط هذا بالوصف، انك اول شي تسوي له يعني ميت نسخة، تدوس له كنترول سي وبعدين تقول له كنترول في، راح يفتح وياك هاي الصفحة. تدوس من الميديا فاير، طبعا الموقع الاصلي اللي من الميديا فاير طبعا، بس يعني يصير النت عندي بطيء وارجع لكم. اوكي شباب، بتفتح عندك هاي الصفحة، كل اللي تدوس لها داونلود وراح تنتظر، يعني تنتظرها تصير. نقول له شو على الداونلود، وبس ما يقول لك كل العدد كله، يقول لك مثلا ايش قد اذا انت نتك كلش قوي، انا عندي نت خايس، يقول لك 5 ساعات يلا صير. ف شلون اقول لكم اجيبها وارجع لكم شلون اقول لكم. يب لما تنزل ارجع لكم. اوكي شباب، بعد ما تفتحها انت تدور عليها بالملفات على داونلود، تفتحها. اوكي فتقول له رن. اوكي راح تنتظر. طبعا هنا هو من الشغلات في السكايب، انا عندي شغلات كام انزلها. اول شغلة تنتظرها تحمل هذا كليتي، بعدين من تحمل راح تفتح لك الصفحة مثل هاي هسه راح اطلع لكم اياها. فبعدين بنصير هذا كليته، لا تفتح لك صفحة هي شو تشوف من هنا، شو تسوي شو تريد يعني يا اصدار. عندك هنا اصدار كليته. هنا اذا تريدون انزل شرح كيف تنزل اوبتيفاين على ماينكرافت، همين اكتبوا لي بالتعليقات. ومن هنا تقدر تغير اسمك، يعني اسمك اي اسمك عباس، لا تكتب بالانجليزي عباس. من هنا بالاوبشن بالبرايمر مود ما صار وياه اللي ما صارت وياه، يعني هاي اذا ما صار هيك وياه. اخليكم رابط تحميل جافا. هذا جافا برنامج يساعدك على انك تنزل ماينكرافت. فبس من يعجبكم الفيديو اسألني باللايك وسبسكرايب، وشكرا على المشاهدة. ولا تريدون انزل بعد على برنامج مونتاج، كيف تنزل برنامج تصوير، كيف تنزل اوبتيفاين، الشادر، كل شي. وبس، السلام عليكم.